السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ تحياتي لكل الناس اللي بتتابعنا من جوه مصر من بره مصر، تحياتي لكل غواي الحمام في الوطن العربي. حلقتنا النهارده من السلاكة ان شاء الله، والحلقة النهارده ان شاء الله تعجبكم. طبعا اغلبية الشباب اللي بتربي حمام او المبتدئ، طبعا زي ما انا قلت لكم، انا عاوز افيدك انت كمبتدئ حمام او رب او شاب لسه بتبدأ تربي، عاوز افيدك. اسئله كتير بتجيلي: يا عم ابو حازم انا عاوز ابتدي اربي حمام، تنصحني بايه؟ تنصحني بايه؟ طبعا انا بضحك معاهم وبهزر في الكومنتات دايما في اللايف، اقول له ما تربيش يا ابن حمام. لكن خلاص طالما انت دخلت رجلك برجلك في الغيه، فمش هتعرف تخرج. ليه بقى؟ الغوايه الوحيده او الهوايه الوحيده دونا عن الهوايات كلها اللي موجوده في الدنيا اللي بتبقى صعب اللي انت تخرج منها، وخاصة لو انت غاوي عندك غريزة الغية. الغريزة دي يا جماعة بتنشأ في الشاب من وهو صغير. الشاب بتنشأ فيه غريزة الغية. طيب النهاردة لما تقول لي انصحني يا عم ابو حازم، انصحني بحاجة اعملها، اول حاجة هنصحك بيها، غية الحمام بتاعتك تبسطك انت. يعني النهارده لما تربي حمام مالكش دعوة بحد، ابسط نفسك. النهارده انت حبيت عبسي، اشتري عبسي ربيه. حبيت غزار، اشتري غزار ربيه. حبيت زاجل، اشتري زاجل ربيه. حب الحاجه اللي انت او ربي الحاجه اللي انت حبيتها. مالكش دعوه التربو بيربي ايه، مالكش دعوه زيد بيربي ايه، ولا عبيد بيربي ايه، مالكش دعوه. انت اهم حاجه غيتك اللي انت بتحبها ربيها. انا النهارده على استعداد اللي انا اجيب اقوى حمام، اجيب صوافات، اجيب قشر منادق، اجيب فحميات، اجيب حمر، اجيب عنبره، ولكن ما لقيتش. وجبت الحمام ده وانتجته وفرخته، لكن ما لقيتش متعتي، ما لقيتش الحاجه اللي انا بحبها. الحمام يا جماعه كلنا ربيناه، كلنا حبيناه علشان شفنا الحمام ده طاير. شفنا الحمام طاير، والحمام يطير ويجيلك وتطير مجموعه مع بعض، هو ده اللي حببنا في غايه الحمام. فالنهارده انت كشاب عاوزني انصحك، اول حاجه بنصحك ليها ربي الحاجه اللي انت تحبها. تاني حاجه، انت داخل تربي حمام ليه؟ هل انت داخل تربي حمام علشان تنش وتطير، ولا داخل تربي حمام علشان تنتج وتبيع، ولا داخل تربي حمام علشان تذبح وتاكل؟ فانت لازم تعرف النهارده انت داخل الغوايه بتاعتك عاوز تعمل ايه. يا عم ابو حازم انا بحب النش وبحب الطيران ونفسي انش ونفسي مش عارف ايه، يبقى مبدئيا الف ب افرخ. تجيب لك قصين، تجيب لك ثلاثه، تفرخهم وتطلع زغلولهم على ايدك. لما تطلع الزغلول على ايدك بيبقى عزيز عليك شويه. يعني انا النهارده لما بفرخ طريقه زغاليل، لما بيقع لي منهم اتنين تلاته بتاثر فيا عشان تعبي ومجهودي. لكن لو انا مشتري النهارده 30 زغلول وقع منهم 15 20 مش فارقه معايا. ليه؟ انا ما تعبتش فيهم، انا اشتريتهم بس، فاروح اشتري غيرهم. لكن لما انت بتفرغ الزغلول على ايدك بتحس بيه، وبتحس بفرحته، وبتحس بجمال الزغلول من وهو في الطاجن عاوز تطيره. يبقى الف ب في بدايتك في تربيه الحمام انصحك انك تشتري حمام وتفرخه. طيب النهارده انت عاوز تعمل بيوت حمام كويسه. يعني ايه بيوت كويسه؟ انا بتكلم في حته النش، ماليش دعوه بحمام الزينه اللي هو بتاع السلكات. ده حمام زينه مالناش دعوه بيه، ده حمام بيتزين يقف كده في الباب تفضل تتفرج عليه. لكن بكلمك كمتعه غاوي نش، غاوي حمام اللي ما نشش ما غواش، واللي ما فرخش ما شافش. فانت لازم تفرخ عشان تشوف الطاجن هيقول لك ايه، ولازم تنش عشان تعرف كل سلوك وكل طبع فرد حمام ايه، وفي نفس الوقت تعرف لغه الحمام وتاخد متعتك من الغيه بتاعتك. فهنا انا بقول لك تعمل بيوت وتفرخ منها. طب اعمل البيوت دي ازاي؟ انزل السوق مثلا اشتري، ولا مثلا اخد ذكر من ده على انتهى من ده؟ لا يا عم ما تعملش كده. النهارده بتروح لابو حازم، ابو حازم عاوز قص حمام من عندك. عارف اللي ابو حازم مثلا عنده حمام بيفرخه بينش منه، وممكن يكون عنده قص زياده فيطلعه لك. بتروح لواحد تاني عاوز قص حمام من عندك. طب قص الحمام ده، اسمع مني بقى الحته دي، قص الحمام ده في السوق مثلا
عامل 400 جنيه مثلا في السوق، عامل 400. ابو حازم قال لي القص ده ب 600. ابو حازم مش بيستغلك، انا بتكلم على الكلام عليا قبل ما اجيبه لحد. فهنا التربو مش بيستغلك، لكن التربو بيديك ذكر وانتايه شغالين. رقم واحد شغالين هيطلعوا لك زغاليل. رقم اتنين بيديك حمامه لما تيجي تطلع منهم زغلول جامد. طب ما انا ممكن اروح اجيبهم من السوق ب 400 جنيه. طيب خد بقى دي، هل انت ضامن حمامه السوق ديت اذا كانت شغاله ولا لا؟ انا مش معنى كده بقول لك حمام السوق مش شغال او بايظ او الكلام ده، لا، انا بقول لك هل انت ضامنه؟ رقم واحد لا. طب هل انت ضامن لو شغالين عيالهم جامدين؟ رقم اتنين لا. طب لو الحمام دوت مش شغال وما بيبيضش او الذكر بيروق، هل انت ضامن تلاقي الراجل اللي انت اشتريت منه الحمام في السوق وترجعه له؟ برضه لا. يبقى هنا انا خسرت ال 400 جنيه بتوعي وما استفدتش بيهم. لكن لما دفعت عند التربو 600 جنيه دفعت 200 جنيه زياده، بس خدت حاجه مضمونه. خدت حاجه مضمونه في الشغل، خدت حاجه مضمونه في النش او في العطاره بتاعتها او في الكلام ده. طيب الحاجه الثانيه اللي عاوز برضو انصحك بيها كمبتدئ، لما تشتري حمام ما تشتريش حمام غالي. كمبتدئ ما تشتريش حمام غالي. ليه يا عم التربو؟ لان ليه خساير. كمبتدئ عندك خساير، وخسايرك ياما شويه لانك لسه بتتعلم. يبقى روح اشتري قص عبسي، قص كشكات، قص كركات. بلاش شقلباظيات يا جماعه. شباب الصغير بلاش الشقلباظيات، ما لهمش مستقبل. يعني كناش انا بالنسبه لي الشقلباز من حمام الزينه، ما لهاش مستقبل. حمامه تطلع كده تفضل تتشقلب وبتاع. انا عاوز انش، عاوز حمام يجري ويخش منطقه ثانيه وياخد في ده ويقطع من ده. يبقى تجيب حمامه تصلح للطيران. الكركندي بيطير كويس، الحلبي، العبسي، الكشكات بالوانها باجمعها كلها بتطير كويس، الاسترالي بيطير كويس، الكسخنج اللي هو الازرق قطيفه بيطير كويس. الانواع اللي انا بقول لك عليها دي مش غاليه، الانواع دي على قد ايدك مش غاليه. تاني حاجه، لما تيجي تتعلم وتستفاد من حد لازم تستفاد من غاوي. ولما تتعلم الحمام لازم تعرف انواع الحمام اللي موجوده ايه. النهارده ما تربطش نفسك بالثلاث انواع اللي انا قلت لك عليهم دول. لا، النهارده اتعلمت وجبت عبس وكركندي وبتاع، ربنا يسهل عليك ويكرمك، جبت لك 3 قصوص ب 1000 جنيه. ال3 قصوص اللي ب 1000 جنيه دول انت ممكن بيهم تمسك حمام ب 5000 وب 10000 جنيه ويبقى عندك. هتقول لي ازاي؟ يبقى تركز معايا بالراحه. النهارده انا جبت 3 4 قصوص بال 1000 جنيه دول مثلا قليلين، فرختهم وطلعت منهم زغاليل، وخدت على مدى الموسم من كل قص فيهم 4 عشوش مثلا. 4 عشوش ب8 زغاليل، اضرب 4 في 4 ب 16، 4 في 8 ب 32 زغلول. ال 32 يا عم صفوا لك على 25 او 30. خلاص كبروا، قوم جاي واخد الزغاليل دي بايعها. ادي اول موسم تاخد الزغاليل دي تبيعها، تلاقي ربنا كرمك معاك 2000 جنيه ولا حاجه او 1000 ونص، او نازل جاب بال 1000 ونص دول قصين حلوين. القص ب 700 ب 800، او نازل جاب قصين حلوين. هنا من دقنه وفتله منه فيه. انا بنصحك اهو، بروح اخد القصين دول برضو من عند ناس معروفه بفرخهم. انا هنا عندي 4 قصوص عبس وكركندي وشامي، دول في المستقبل ينفعوني حضان. وابدا اخد زغاليل من هنا احضن، اخد حصى غزار من هنا واحضنه هنا بالطريقه اللي انا علمتها لك قبل كده. لو انت متابع معايا هتعرف. وابدا اخد وابدا احضن وابدا اخد وابدا احضن. يجي عليا الموسم، خلصت الموسم بتاعي، ربنا كرمني ب 20 زغلول او ب 15 زغلول منهم حسب ما ربنا يكرمك. هاخد منهم نتايتين، 3 نتايات، 4 نتايات اللي هم كويسين فيهم. النتشي خد بالك، وببيع الباقي. ده لو انت هنا بتفرخ وعاوز تعلي من مستواك. وبقص بكام قص؟ ب 1000 جنيه. باخد دول ببيعهم وابدا ادخل ذكر او ذكرين للنتشي بتاعتي اللي انا فرختها. هيبقى اصبح عندي قصين من الاول وعندي ذكرين مع 4 طواير. اتفرج على الرزق اللي ربنا ادولك منهم. يبقى انت هنا ما صرفتش
وما كلفتش نفسك غير حق الكلفه. لكن النهارده انا عندي قص مش عارف ايه، عاوز ابيعه عشان اجيب مش عارف ايه. غلط. ما تبيعش حمام عشان تجيب حمام وانت ما عندكش حمام. يعني ما كنتش عندي 3 قصوص 4 قصوص اقول انا هبيعهم واكمل عليهم واروح اجيب قصين فلاني. غلط. كبدايه غلط. ابيع لما يكون عندي مرايه ورا. يعني انا النهارده عندي قصه وقصين عاوز اخرجهم، لازم يكون عندي مكان القصين دول 5 6 قصوص مرايتي اللي انا شغال بيها. بس ببيع دول عشان ادخل حاجه تانية واحسن من مستوى الحمام عندي. خلاص. الافاده هنا بقى اما تيجي تستفاد، هل انت هتستفاد من غاوي النش ولا هتستفاد من غاوي الزينه اللي هو غاوي السلاكه؟ طالما قلت لك زينه اعرف سلاك على طول، بس هو حمام زينه. تستفاد من غاوي النش او من غاوي السلاكه وغاوي الزينه؟ هتستفاد من غاوي النش. ليه هتستفاد من غاوي النش؟ غاوي النش هيخليك تفرخ، وازاي تختار بوتك الجامده، وازاي تطلع زغاليل، وازاي تنشها، وازاي تشببها، وازاي ترميها ضلمه. غاوي النش هيفيدك بحاجات كتير جدا جدا جدا. غاوي السلاكه او غاوي الزينه مش هيفيدك غير بحاجتين ولا حاجه. ايه هما؟ تكوين، وركز على الحته ديت، وركز على دم الحمامه دي بس. مش هيفيدك بحاجه تاني. غاوي النش هيفيدك بكل حاجه. ولازم لما اروح اشتري ابلق اسود، ابلق قشر بند، اشتري صافي، اشتري احمر، اشتري مرقع، لازم انزل اتعلم مواصفات الحمامه ايه. يعني انا النهارده قلت لك وركز معايا، قلت لك الاحمر ده ابن مرقعات. انا عرفت منين اللي الاحمر ده اللي في ايدي اللي انا ماسكه ابن مرقعات؟ عرفته منين؟ ودخلته على انتايه مرقعه، جابوا لي مرقعات، جابوا لي زغلولتين والله مرقعات 2. واحد لسه مات امبارح والحمد لله، والتاني عايش. قدر الله ما شاء فعل. بس جابوا لي مرقعات، ما جابوليش واحد احمر واحد مرقع. بس في نص فرخهم انا عارف اللي هم هيجيبوا لي احمر، بس بنسبه قليله، لان الدم هنا المكتسب اكتر مرقع، والدم بتاع النتايه مرقع، فاكتر انتاجهم هيديني مرقع، لكن في النص ممكن يدينا احمر. طب انا افدي حمام زي دوت احمر غزار؟ قلت لك ده ابن مرقعات. ليه قلت لك ابن المرقعات؟ لان الاحمر غزار عظمه ما بيبقاش ابيض، بيبقى عظمه عسلي، عظمه لونه عسلي. هتقول لي يعني ايه عسل؟ عامل شبه البني المحمر كده، تحس ان هو محمر شويه. عظم بقه، الضفر بتاع رجله اللي تحت ده ما بيبقاش ابيض، بيبقى نفس لون الضفر، لون العظم بتاعه عسلي. ادي حاجتين ونمرتين بيكونوا في الاحمر. رقم 3، عين الاحمر مبخششه. يعني ايه مبخششه؟ شبه فرط الرمان، محمره شويه، فيها فيها نقط فرط رمان كده محمره. انا عايز اجيبها لك بالبلدي، مبخششه. دي من مواصفات الاحمر غزار. ده هنا عينه بيضه، يبقى هنا ده عينه بيضه، ضفره ابيض، عظمه ابيض، وضفره ابيض. الثلاث حاجات دول بتوع مرقع. يبقى الثلاث حاجات دول بتوع ايه؟ مرقع. طب هو لونه احمر بس هو داخله مرقعات، والمرقعات مأثره عليه ومسيطره عليه. اكتر 3 حاجات تفضح فرد الحمام: عينيه، عظمه، ضفره. ال3 حاجات دول. فالنهارده انا لما بشتري قص او بشتري حمامتين بقلبهم، بمسك اول حاجه الدماغ، ببص على العين، ابص على النافوخ، ابص على العظم، ابص على الضفر، ابص على الجته، واخر حاجه ببص عليها الجته. اخر حاجه ببص عليها الجته. اشمعنى يا عم الحاج اخر حاجه بتبص عليها الجته؟ لان في حاجه اسمها حرق حمام، لما اقصد الكلمه اسمها زفاره بطن. اسمها زفاره بطن، حرق حمام. يعني ايه حرق حمام؟ يعني النهارده انا عندي مساويد كويسه، عندي مساويد عينيها زيتي، نافوخها ضيق، دماغ ميته، العظم خارج مع النافوخ قدام زي ورا، فرد حمام على كعانه، عشره ابيض، ديله ابيض، سلتل الظهر، فرد حمام مسود، ابن مساويد، بيور البيور، مش داخله حاجه. فالنهارده الموسم بتاعي ابتدى في شهر 12 بفرخ، او في شهر 11، او في شهر 1
مهما يكون انت بتفرخ في شهر كام. بيبتدي الموسم، بتحط الذكر والنتاية على بعض، بتاخد حصى تحضنه، تاني حصى تحضنه، تاني حصى تحضنه، تفضل ها يجي عليك في شهر 5 بتكون انت خدت منهم يجي 10 حصويات ولا 12 حصوية. اتفقنا؟ وحضنتهم، خدتهم تحت الحضان. هنا بقى بيجي دور حرق الحمام او زفارة البطن او فلس حمام. تلاقي في اخر العش كده، اخر العش في اخر الموسم ما انت مريحتهمش، يقوم جاي لك مسود في نفس تكوين المسود، بعين المسود، بعظم المسود، برجل المسود، مسود ابن مسود ابن مسوده، جدهم مسود، ولكن يجي لك بودعه، يجي لك بجنزير او هلال على الظهر، يجي لك بزفاره في البطن، يجي لك بطرطشه، يجي لك باي حاجه. ده مش داخله دخيل، اسمع علشان تتعلم، ده مش داخله دخيل. يعني في ناس بتقول لك مسود فلاحي، انت تعرف اللي انت ممكن يكون عندك قص مساويد كويسين ويرمولك مسود في ودعه وفي هلال من حرق الحمام. الكلام ده حصل معايا في حمام، الكلام ده حصل معايا في حمام. تعرف اللي انت لو عندك قص عنابره سمر بعشر ابيض، عين مظبوطه، بجفن، بعظم خشن، برجل خشنه، بسواد لميع، بالعشر بتاعه، ببطن مقفوله، تعرف ان القص ده لو انت فضلت شغال بيه ما ريحتهوش يحرق معاك ويجيب لك شقافه، هيجيب لك فوليات، انا اسف، يجيب لك عنابره فولي اللي هي بدماغ بيضه وعين باكمه وعين مفسره وزفاره وعشر واسع. تعرف الكلام ده؟ مش هتعرف الكلام ده غير لما تفرخ، مش هتعرف الكلام ده غير لما تفرخ. عشان كده انا بقول لك ايه، اللي ما نشش ما جواش، واللي ما فرخش ما شافش. فانا بتكلم على اللي انا شفته، ده اسمه فلس حمام، ده اسمه حرق دم حمام. فالحمام ده لازم يرتاح. في فرق، اسف يا جماعه، اسمه حرق حمام. في فرق ما بين حرق الحمام في الفرخ، وفي فرق ما بين حرق الدم. حرق الدم ده يعني ايه؟ لما تحط ذكر على انتايه وتطلع منهم زغلول يطلع ذكر، تديه لامه وتدي البنت لابوها والناتج ترد لامه وترجع لابوها، ده اسمه حرق دم حمام. كده انت بتحرق دم حمامك. عندك قص، اشتغل بالقص ده الموسم بتاعك. اخر الموسم لازم تفدي الحمام وتريحه وتحط الذكوره في حته والنتايه في حته والكلام ده. ده النهارده عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فنصيحه للمبتدئ، ربي اللي انت بتحبه، اتعلم تقليب الحمام ومواصفاته وشكله فرد فرد. ما تبيعش حمامك وانت ما عندكش حمام عشان تجيب حمام تاني كل شويه بيع وحط. لا، انا عن نفسي ببيع، بس ببيع ايه؟ ببيع اللي مش جاي معايا، لكن اللي جاي معايا وغاويه عاوز اعمل منه، عاوز انتج منه، عاوز اكتر منه. فعايزك كده واحده واحده تبيع زغاليل، تدخل كبير، وممكن ب 1000 جنيه 1000 جنيه تعمل حمام عندك ب 10000 وب 20000 جنيه. غاية صبر، الغاية دي غاية صبر. في الأول ما تجازفش يعني بفلوس كتير، ما تحطش فلوس كتير عشان أنت كمبتدئ. اشتري حمام قليل على قدك، اتعلم فيه علشان لو خسرت تبقى خسارتك قليلة. ودي نصيحة، الخسارة القليلة أحسن من المكسب البعيد. تحياتي ليكم اخواتي وحبايبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الفيديو النهارده يكون فيه افاده. انا عارف ان في ناس بتستفاد وفي ناس بتتفرج علينا وعارفه ان انا بتكلم الكلام ده من قلبي والله عشان افيد الناس. لو عجبك الفيديو بقى يا باشا، في كلمه لايك تحت صبع كده عامل كده، اضرب على الصبع ده خلي لونه اسود. تاني حاجه كلمه اشتراك من تحت في القناه، دوس عليها واشترك، هيقابلك جرس، دوس على الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. اي حاجه عاوز تعرفها عن نشر الحمام خش على القناه الثانيه اسمها التربو ابو حازم للنش، هتلاقي كل حاجه بتكلم فيها عن نش، هتستفاد نش وتستفاد فرخ. تحياتي ليكم اخواتي وحبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.